السلام عليكم، صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 والله. وان شاء الله يعني اتمنى الفتره الجايه باذن الله وان احاول يعني ان شاء الله اشتغل على كده ان انزل لكم فيديوهات كتير. وان شاء الله النهارده يبقى فلوج مختلف، باذن الله نذاكر ونروح الدروس. وان شاء الله هنحكي لكم يعني عن قصه المسابقه بتاعت قريه التلاوه اللي انا دخلتها، لان في ناس كلمتني قالت لي ده كانت حفظ ولا صوت ولا ايه بالظبط. فدلوقتي ان شاء الله هناخد اول جلسة مذاكرة، وبإذن الله بعدها بقى ايه، هنقول لكم الحكاية كلها عن المسابقة بإذن الله. فيلا بينا نبدأ. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. عاد إليكم من جديد. دلوقتي أنا الحمد لله ذاكرت مواد شرعية، لأن هيبقى ورايا امتحان سيرة كمان يومين يعني إن شاء الله. بالنسبة للمسابقة بقى، أولا يا جماعة المسابقة هي مسابقة صوت. هي المسابقة اسمها قرية التلاوة، خدوا الاسم من دولة التلاوة. مسابقة صوت في القرآن الكريم. كانت معمولة في بلدي، الحمد لله دخلتها. ورحت امتحنت التصفيات الأولية قدام اللجنة وقرأت وكل حاجة، والحمد لله عديت للتصفية التانية. فالتصفية التانية امتحنت لوحدي والحمد لله برضه عديت. فالتصفية التالتة بقى امتحنت أنا وشخص قبل بعض، وبنختار كل واحد رقم 2 مثلا أو رقم 3 وهكذا، والأرقام هي موضع آيات. اللجنة هي اللي مختارها يعني. فاللجنة اختارت موضع الآيات واحنا قرأنا الآيات. انا والشخص اللي قبالي كل واحد بيقرأ الآيات، واللجنة بقى بتحدد واحد منهم ينجح والتاني بقى يعني مفيش خسر مع القرآن بس ما بينجحش. فتمام. الحمد لله نجحت قبل الشخص اللي كان قبالي يعني، ووصلت للنهائي والحمد لله برضه عديت في النهائي. فجيت في الحفلة اتفاجئت والله ان المركز الاول، لانه ما قالوش يعني على النت او على الفيس او في اي مكان ان الاوائل نزلوا، يعني ما قالوش على الاوائل خالص. فهم اعلنوا الاوائل واحنا قاعدين في قلب الحفله. والحمد لله طلعت المركز الاول، والجائزه كانت عمره. بس يا جماعه انا ان شاء الله يعني مش هطلع العمره. هو العمره يعني ان شاء الله انا اعطيتها لبابا يعني، وبابا هو اللي يطلع باذن الله. فان شاء الله يعني بابا ربنا يجعلها عمره مقبوله ان شاء الله، وتبقى عمره يعني مقبوله وعمره سعيده باذن الله. ولو عاوزين انزل مثلا الفيديوهات، كام فيديو كده من الحفلة، كنا لابسين يعني عمم وجلباب وكواكيل وحاجات من اللي هي الحلوة زي الازهر بمعنى اصح، وزي المشايخ الكبار يعني. لو عاوزين يعني انزل كام لقطة واحنا داخلين المسجد، ويعني حاجة ما شاء الله، وكانت مشرفة لأهل القرآن. فأنا بشكر اللجنة وبشكر كل المنظمين، كانت مسابقة كويسة جدا جدا. وان شاء الله فيما بعد نكتسب خبرة وكل حاجة، وكل اللي خسروا في المسابقة يعني مفيش خسر مع القرآن. وبس كده. فدلوقتي بقى ان شاء الله يعني هقوم عشان نكمل مذاكرة. فيلا بينا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. عاد اليكم من جديد. انا الحمد لله دلوقتي ذاكرت شوية، والظهر هيأذن وان شاء الله يعني هنزل اصلي. بس انا قبل ما انزل اصلي يعني كنت حابب اشارككم خاطرة بسيطة جدا، الا وهي ان احنا اوقات بنحس ان احنا عشان نبدأ مذاكرة او شغل او تصوير او اي حاجة في حياتنا لازم يكون عندنا مود او طاقة او حماس او كده. وده طبعا مبدأ غلط خالص يعني، ولازم تركنه على جنب. لان المفروض احنا نبدأ عشان الطاقة تجيلنا والمود يجيلنا،
والحماس يجيلنا. يعني انا مثلا كم مرة قررت اني اصور وباجي اكسل واقول لك لا بكره لا بعد واسوف. بس لما اتك على نفسي جامد واضغط على نفسي وابدا التصوير بيجيب ايه واحده واحده بقى، بيجيب بعضه يعني. اهم حاجه البدايه، هي اهم حاجه البدايه. يعني مثلا كم مره كنت مراكم دروس واقعد اقول لسه كل ده ومش لسه كل ده، انا عاوز تقليل من كل ده ومش عارف ايه، بس اول ما ببدا بس لسه في اول درس بكمل كله بيجيب بعضه. فاهم حاجه هم اول 5 دقايق، هم اول 5 دقايق ممكن يخلوك تكمل كل حاجه يعني انت بتعملها. فاللي انا عاوز اوصله لك انك ما تخليش طاقتك تشغلك، لا خلي شغلك هو اللي يجيب طاقتك. ده اهم حاجه، سواء بقى كان في المذاكره، سواء كان في تصوير، سواء كان في اي حاجه. وبصراحه يعني انا محتاج المثال ده اكتر منكم. وبس كده، فدلوقتي بقى ان شاء الله اقوم اتوضى عشان انزل اصلي الظهر. يلا بينا. عاد اليكم من جديد. الساعه دلوقتي 6 وانا الحمد لله لسه مصلي المغرب يعني وجاي. وكان ورايا يعني النهارده دروس كتير جدا من بعد الظهر كده. فالحمد لله كده خلصت كل دروسي وبس كده. بس قبل ما اختم الفيديو يعني كان في سؤال جالي فعاوز ارد عليه، اللي هو ازاي بتذاكر الرياضة. الرياضة يا جماعة اولا قبل الحصة، يعني من اول قبل سماع الحصة تبقى مجهز جنبك كشكول او ورق خارجي مع الكتاب. بعدين بتشغل الحصة لو انت بتاخد مثلا اونلاين. هتسمع من المدرس المثال اللي بيحله. لو مثال مثلا في حاجة مهمة، في تركاية توقعك كده، حله ورا المدرس، مش كل الأمثلة بس عشان ما تضيعش وقت. فأنت هتحل الأمثلة المهمة اللي المستر هيقول عليها أو هيعلم عليها طول ما هو بيشرح، هتحلها وراه تمام. وبعد ما تحلها هتيجي بقى في الآخر بعد ما تخلص الحصة هتذاكرها تاني وتحلها تاني. وبعد ما تحلها تاني وتمام هتبدأ بقى انك تدخل على أسئلة الكتاب بقى وتبدأ تحل الواجب. وبعد ما تخلص حل الواجب هتروح تشوف بقى ايه سماع حصة لحل الواجب، سواء كنت حليته كله او سواء حليت نصه او سواء حليت ربعه او سواء ما حليتش حاجة خالص. فانت لازم تسمع سماع حصة حل الواجب، عشان ده هتفرق معاك تعرف ازاي طريقة الأسئلة اللي وقعت فيها ازاي تتحل تاني وهكذا. وبس كده، فده كان اجابتي يعني للسؤال اللي هو بتاع ازاي اذاكر رياضه. فان شاء الله كل حلقه باذن الله هنحاول ان احنا بقدر الامكان نرد على اسئله. بس كده، فلو مهتم بالمحتوى بتاعنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وبس كده، فيلا سلام.